بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. النهاردة هنعمل وصفة المكرونة بالصلصة، وصفة جميلة ومش هتبطلي تعمليها بالطريقة بتاعتنا النهاردة. شايفين جمال المكرونة مع الصلصة؟ معايا بصلة و3 فصوص توم، وحوالي كيلو من الطماطم. بقسم الطماطم بالسكينة بالشكل ده، خفيف من فوق علامة كروس، او بقسمها نصين، وبكون مجهزة مية بتغلي وبنزل فيها بالطماطم. بنقطع البصلة وبنضيف المادة الدهنية زي ما انت حابة، زيت بس او زيت على سمنة، وبنقلب البصلة لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح. هنا الطماطم اخدت غلوة معانا، بنزل فيها او بنزلها في مية ساقعة، وببتدي اقشرها بالشكل ده وبنضربها في الخلاط. الطريقة دي بتخلي الصلصة جميلة مع المكرونة. هقشر الكمية كلها واضربها في الخلاط، وبنقلب في الصلصة او بنقلب في البصلة لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح، وانزل بالثلاث فصوص الثوم، وبقلب في البصلة يمين وشمال لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح، عشان اللون الغامق بيخلي الوصفة تمرر معانا، او البصلة لما تتحمر زيادة عن اللزوم بتدي طعم مرارة. تقلب في البصلة لحد زي ما قلتلك ما تاخد لون ذهبي فاتح. بجهز المية لسلق المكرونة. هنا البصلة ابتدت تاخد اللون، وبقلب لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح. هو ده اللون اللي محتاجينه. بننزل بعصير الطماطم، ولو عندك معجون الطماطم بتضيفيه. معانا معلقة صلصة طماطم. الصلصة دي كنا عملناها في البيت. سعر الطماطم ينزل شوية وهنعملها مع بعض. هنعمل أحلى صلصة طماطم تعملي بيها جميع الوصفات. بنسيب الصلصة تتسبك، مش بنضيف أي توابل دلوقتي. هنا هنسلق المكرونة. بضيف الملح لمية السلق، وبننزل بالمكرونة، أي نوع مكرونة بتحبيه. وبنصفي المكرونة تحت المية. هنا الصلصة سبكت معانا. هنقلب الصلصة، أو هنضيف التوابل. هنضيف الملح ومعلقة صغيرة بابريكا، ولو حابة تضيفي كمون ممكن تضيفي كمون. هو ده السمك اللي أنا محتاجاه من الصلصة. هنقلب الصلصة مع المكرونة، وبألف هنا طبعا. وبتغرفي صلصة للي محتاج صلصة بزيادة أو بيحب الصلصة بزيادة في المكرونة. وده شكل المكرونة. طبعا ما اقولكيش على الطعم، طعمها تحفة. جربيها بالطريقة دي. ودي كانت وصفة النهاردة، وصفة جميلة وسهلة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وقولوا لنا رأيكم في التعليقات. ولو حابين تشوفوا أي وصف معانا أو أي وصفة أو أكلة معانا اكتبوا لنا في التعليقات. واشوفكم في فيديوهات تانية بمشيئة الله.